بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونيفرسال 4 شعلة جراند نظام المواسير، تحويله إلى الغاز الطبيعي. طبعا أول حاجة لازم بنشيل عيونه عشان نحل الوش، وطريقة حل الوش إن شاء الله نشوفها مع بعض دلوقتي، لأن كل بوتاجاز ليه طريقة لحل الوش. ادي مسمارين قدام اهو، واحد يمين واحد شمال. في الازاز اللي ورا ده بيتشال، بترفع من فوق كده بيتشال. لكن لو في مسمار من الجنب هنا، في نوع في مسامير من الجنب لازم يتحل. طبعا مفيش مسمار بتشده كده لفوق بيطلع معاك اهو. وفي عندك مسمارين، ده ما تحلوش المسمار ده، لا ما تحلوش، ان ده بصامولة والكلام ده يضايقك، هيبقى عايز مفتاح بقى وممكن يغلبك في حله. لكن المسمارين دول سن صاج تحلوا على طول، ده الاسهل يعني والاحسن. المسمارين دول بيتحلوا، في اتنين الناحية التانية برضو اهم كده، تحلهم كده، ترفع الوش من ورا كده اهوت، يطلع معاك على طول اهو كده الوش اتحل. ادي الكيعان ديت، بص الماسورة ديت لازقة على السقف، لازم ارفعها فوق شوية تبقى في الهوا كده، هي وماسورة الفرن وماسورة الشواية. والجريتين دولت ماسكين، اللهم اجعل الجريتين دول راكبين مسمارين، وكل كوع بيبقى ليه مسمارين، فاحنا نحل الجريتين بالمسمارين دول، ومسمارين ورا ادي كده 4 مسامير. ادي الفواني اهي 4 فواني. ادي المواسير اهي بننضفها كويس، طالما حليناهم لازم ننضفها نشوفهم سالكين ولا لا. هو غاز طبيعي يعني مش هيضر في حاجة لو فيهم حاجة، لكن بالمرة يعني احنا حليناهم ننضفوهم بالمرة. ادي الاتنين اللي ورا برضو اشوف المواسير سالكة ولا لا اهي. طبعا الكيعان دي ممكن يكون واقفة فيها حاجة تسد الفونيا، تسد الغاز وهو طالع من الفونيا، فاحنا طالما حليناهم ننضفوهم بالمرة من اصلح يعني. ادي ال4 فواني هم هنحلهم. هقول لك انا على مقاس كل فونيا. دي اول فونيا اصغر عين، اصغر عين دي بنديها 1 ملي، وبنفتح الغاز كده عشان لو في حاجة في المحبس تطلع معانا. دي تاخد 1 ملي. فونية الغاز الطبيعي غير الانبوبة خالص، لازم بتوسع اهو 1 ملي. دي ربطت اهو. دي التانية اللي هما الاتنين اللي ورا دول قد بعض، اللي هما الوسط. الفنيتين اللي ورا او العينين اللي ورا دول قد بعض. احنا قلنا الصغيرة 1 ملي، ديت الوسط بتاخد 1.20 تاخد 1.20. اهي 1.20. وارجع اركب تاني. دي تاني واحدة، وادي التالتة زيهم. لازم افتح الغاز كده اهوت واقفله عشان اسمع، اشوف ضغط الغاز كده وهو طالع. احيانا بتبقى فيه الجزرة اللي في المحبس بتبقى شحم كده غاطة الخرام، يعني ممكن تيجي تفتح تلاقي صوت صغير خالص، يبقى لازم تحل المحبس وتنضفه من جوه، ونرجع نركب الفونيا تاني. العين بقى الكبيرة اكبر واحدة اللي هي على الشمال اهي، تاخد 1.30.
ملي و30 من 100، يعني اصغر عين ملي. الاتنين اللي ورا اللي وسط دول قد بعض بياخد ملي و20، والكبيرة خالص بتاخد ملي و30. وبالنسبة للفرن والشواية، الفرن زي العين الكبيرة، والشواية زي العين الوسط اللي ورا، نفس المقاس. دي قاعدة يعني، حتى لو في الأنبوبة يعني نفس الخرام بتاعت اللي ورا للشواية، الخرام التانية العين الكبيرة دي للفرن. وربطت الأربعة كده تاني. أنا كده شبطت كده المواسير بس، لكن ما ربطتش. انا مشبطهم بس كده. انا مشبط 4 مسامير. في ناس بتحل الكيعان كل كوع او كل ماسورة ليها مسمارين، بتحل ال8 مسامير. لا، هو الاسهل ان تحل الجريتين طالما مفيش لجلاش. المسمار هيجي على ايه، المسمار نفسه هيركب مكانه. هنيجي بقى للفرن والشواية. ماسورة الفرن مربوطة بمسمار واحد قدام كده اهو تحله، بتلاقي الفنية في الوش، وده مفتاح 7 او بيبة 7 او لقمة 7 شبه العيون اللي فوق. غالبا معظم البوتاجازات بتبقى كلها مفتاح 7، وفي نوع بيبقى مفتاح 10 لو الفونيا اصلية متغيرتش يعني. لكن كل الحديث كله اللي طالع كده فونيا 7، مفتاح 7. ادي الشواية مسمار في السقف، حل المسمار الشواية تطلع معاك على طول. وهتلاقي الفونيا برضو نفس الفرن هتلاقيها في الوش على طول. انا بحلها اهو. انا ممكن اوسعها وهي راكبه، لكن لا، لما بحلها عشان افتح برضو سكة الغاز اشوف المواسير سالكة ولا لا اهو. لازم افتح كده. انا فتحت كده الشواية اشوف ضغطها ايه كويس. بقفل وافتح الناحية التانية للفرن كده. انا السكة ايه كده سالكة. ارجع اوسع بقى هنا. احنا قلنا هتاخد كام؟ الشواية ملي و20. الشواية تاخد ملي و20 من 100. كده ربطت اهو. اركب المسمار كده. الشواية ربطتها كده خلاص. نيجي بقى للفرن. ملي و30 من 100 شبه العين الكبيرة اللي على الشمال. اربط الفونيا تاني. واركب ماسورة الفرن برضو، مسمار واحد بس ماسك. ادي المسمار قدام اهو. هنربطه اهو. هركب الارضية كده. الفرن والشواية كده خلاص. هنيجي بقى فوق تاني. يعني كل ده لسه ايه، ما حلتش اللاكور اللي ورا. اهم حاجة في البوتاجاز كله اللاكور ده. الشغل كله اللي عدى كوم، واللاكور ده كوم، لان الناس بتسيب البوتاجاز المحبس مفتوح. المفروض كل يوم يتقفل
قبل ما يناموا، لان ما ينفعش الغاز يتساب كده اهوت. ان البوتاجاز سليم ما فيهوش حاجه، ما فيهوش تسريب، لكن مع مرور الوقت ممكن يسرب وهو المفاتيح مقفوله. ادي الكاوتش اهو، انا حليت لاكور الانبوبه، الخرطوم بتاع الانبوبه او بغير كاوتشه. حط كاوتشه جديده تانية. بنجيب بقى عشان هو هيركب على غاز طبيعي، هنجيب كوع نص بوصه دكر فنتايه، تشبط بس الساموره اهو. انا شبطته كده بقى، دي الطريقه الصحيحه بقى، لان ايه الناس كتير بيقول لك بيلف على طول. لا، انا مثبت الكوع وبربط من الصاموله بتاعه البوتاجاز. صاموله البوتاجاز دي كل ما تربطها كل ما تطلع بره على الكوع. هجيب مفتاح بس امسك الكوع اهو، واربط ايه من الصاموله. ما ينفعش تعمل العكس، هتعمل العكس هتربط من الكوع، هتفضل تربط في الاخر هيتربطوا جامد بس هيلفوا مع بعض، هيحصل فيه تسريب. نجيب بقى اللاكور بتاع الخرطوم بتاع الغاز ده 3/4 في نص، ده معروف يعني. لازم ده يتجاب نحاس عشان بيتعمل على مسلوب مع الخرطوم بتاع الغاز الطبيعي. ده بقى بيركب من غير لا بقى كاوتشه ولا ستوب ولا تفلون ولا اي حاجه، لان هو معمول على مسلوب. كل ما بتربط كل ما بيقطع غاز، كل ما تربط كل ما بيقطع غاز. وفي الاخر بتجرب طبعا بسفنجه وعليها بريل كده اهوت، ترجيهم جامد وتجرب. لو في تسريب 1% يبان معاك على طول. فكده ربطت كده اهو، او كده تمام. كده يركب على ده انا عامل اللاكور دوت عشان ان هو معمول عندي في الورشه، فانا عايز اجرب فيه تسريب ولا لا. عامل لاكور انا كده بيركب على لاكور الغاز الطبيعي، واركب عليه خرطوم الانبوبه واجرب لو فيه تسريب ولا فيه حاجه. انا كده بفتح كده بوصل غاز للبوتاجاز كده، الغاز وصل في البوتاجاز كله. انا بجرب بص بولاعه، محدش يجرب بولاعه، انا راجل صناعي، لو حصل اي حاجه انا اعرف اداويها. لكن انت عشان تجرب وتشوف ببريل كده وسفنجه او حته قماشه ترغيها جامد هيبان معاك على طول. انا كده بس بتاكد ان انا رباطي صح، عشان صاحب البوتاجاز هياخده هيربطه على الخرطوم يشتغل معاه على طول. اهو كده تمام اهو. هحل بقى تاني. ارجع بنقفل الوش، مسمارين اللي قدام والاربعه من ورا اللي هما 2 على الشمال و2 على اليمين. سهل جدا اهوت، بس بالطريقه اللي انا قلت عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.